السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، حصل drop كده في مبيعات الشركة عندك في 2025 على مستوى بعض البلاد، تمام؟ فأنت كنت بتحاول تعمل بقى root cause analysis، عايز تعرف والله أداء الشركة أصلًا على مدار السنين اللي فاتت عامل إزاي، عشان تشوف والله إيه اللي حصل drop فيه dramatically وإيه اللي كان within average إلى آخره، تمام؟ فجات لك الdata بتاعة 2024 بالشكل ده، الشكل اللي هو الpivot table، شكل الpivot table. طيب، الشكل ده يصلح كoutput للداتا مش input للداتا. يعني والله سواء pivot table في الاكسل او هناخده ان شاء الله في الباور بي اي على الداتا فيجواليزيشن ليفل بنسميه الماتريكس تشارت. في حاجه كده تقدر تشوف بعينيك تقارن الداتا ده اوتبوت للداتا، فتقول والله استراليا دي مثلا كانت في 2024 شهر يناير ادائها مثلا كده اتحسن، زاد، قل الى اخره على مدار الشهور. ده بنسميه الوايد فورمات. يعني ايه الوايد فورمات؟ يعني والله الداتا في شكل كولومز اكتر ما هي روز. طيب، زي ما قلنا الشكل ده يصلح كاوتبوت للداتا اناليسيس، يعني المخرج النهائي اصلا بعد الداتا اناليسيس اللي انت عملتها، مش كانبوت للداتا. طيب، زي ما شفنا كده في الابند داتا قبل كده، انا محتاج اعمل ابند داتا لسنين كتير، فالشكل ده مش هيساعدني خالص. فانا محتاجها تبقى بنسميها في حاجه اسمها نارو فورمات. يعني ايه نارو فورمات؟ محتاج اللي اعمل لها ان بيفتنج، يعني الكولومز دي تبقى عباره عن روز. يعني ايه؟ محتاجها تبقى كده على سبيل المثال كانتري، حاجه زي year month، وحاجه اسمها بقى ايه؟ sales quantity، حاجه تبقى بالشكل ده. زي ما قلنا عشان اقدر اعمل عليها ديبر اناليسيس واجيب داتا اعمل لها ابند، اعمل لها جوينز، مثلا لو عندي مثلا حاجه زي كالندر تيبل، واشوف بقى والله اليوم ده او الشهر ده تفاصيل اكتر عنه. لو ديت على سبيل المثال مثلا كان ويك داي، كان ويك اند، البلد دي مثلا بقى في انهي ريجن، ومور ان ديبث عن كل تريتري من دول. طيب، تعالوا نعمل بقى كده ستيب باي ستيب على الباور بي اي. نفتح الباور بي اي كده اهو، نقول له جيت داتا فروم اكسل ورك بوك، نفتح الاكسل شيت بتاعنا ده اللي هو سيلز 2024، ولا والله ايه ترانسفورم داتا. طيب، انا محتاج اصلا قبل الان بيفتنج للداتا او ان احولها نارو فورمات اكتر من خطوه للاسف، كلها حاجات اخدناها قبل كده، فنعتبر ده كده ايه، مراجعه ستيب باي ستيب لكل الحاجات اللي فاتت. طيب، اول حاجه بلاحظها ان اول رو عندي اصلا مش مظبوط، اول رو عندي مش انا عايزه، مش اللي هو فيه الشهور زي ما كان شكلها في الاكسل، حاجه كده راندم عندي اللي هي ايه، مكتوب بقى الكولوم ليبلز، كولوم 3، كولوم 4 الى اخره. طيب، فانا محتاج اعمل اول حاجه ايه، اخلي اصلا اللي هو ده الهيدر بتاعي. فاعمل ايه؟ يوز فيرست رو از هيدرز، او بنسميها البروموتنج هيدرز. طيب، دي حاجه كده تمت، تمام، مفيش مشكله. طيب، حاجه تانية محتاج اعمل رينيمنج، ده الكولوم بتاع الكانتري، فهنا اسمه رو ليبلز. طبعا في اكتر من طريقه، يا اما ادوس دبل كليك كده، او رايت كليك وبعد كده رينيم، او من ترانسفورم اصلا اقول له ايه، رينيم، فاسميه مثلا كانتري. تمام كده. طيب، في مشكله تانية عندي، وهي هنا الجراند توتال، جراند توتال على الرو ليفل وعلى الكولوم ليفل، يعني بيجمع التواتل بتاعه البلاد في كل شهر، بالاضافه كمان للمجموع بتاع كل الشهور لكل بلد. طيب، فانا محتاج اول حاجه اعمل ايه؟ اول حاجه اعمل تشوز كولومز، فاجنور الكولوم الاخير ده. اعمل ده ازاي؟ بسيطه جدا جدا. عندي هنا اهو تشوز كولومز، اقول له تشوز كولومز، تمام. هشيل بس الكولوم الاخير اللي هو جراند توتال، فانا كده تخلصت من الكولوم ده. كل طبعا حاجه بعملها بتابلاي عندي في الابلايد ستيبس. محتاج برضو اعمل هنا اشيل الرو الاخير ده، اعمله ازاي؟ بالفلتر، فلتر الرو. هفتح كده هنا ده دروب داون دي، واشيل كلمه جراند توتال، اشيل كلمه جراند توتال. كده الرو عندي ده اتشال. طيب، انا كده جاهز لاخر خطوه، وهي الان بيفتنج للداتا. طيب، انا ممكن اعمل ده بطريقتين. ممكن اقول له ان بيفت الكولومز المعينين اللي اختارهم دول، او لو انا اصلا الكولومز اللي هعمل لها ان بيفت اكتر من التانيين، اقول له ايه، اختار الكولوم اللي انا مش هعمل له ان بيفت، واقول له ان بيفت اذر كولومز. تعالوا نشوف كده. طيب، انت محتاج تعمل ايه؟ زي ما قلنا محتاج اخلي كل دول هنا كده موجودين في الكولوم بتاع الير مانث، والسيلز كوانتيتي احولها هنا في الكولوم ده. طيب، تعالوا كده نشوف. هقول له ايه، هختار كده اعمل سيلكت لكل الكولومز دي من اول يناير لحد ديسمبر اهو، بالشكل ده.
ولو سمحت اروح على الترانسفورم واقول له ايه unpivot الكولومز دي. unpivot الكولومز دي. بصوا حصل ايه؟ بقى عندي الكانتري اهو، وهنا الكولوم ده بتاع الشهور، وعندي هنا الكولوم بتاع الفاليوز. طبعا باي ديفولت بيسميه اتريبيوت وفاليو، طبعا اعمل لها رينيمنج بعدين. طيب او ممكن اعمل ايه؟ الغي الخطوه دي كده واقول له ايه، مش انت والله الكولومز اللي هتعمل لها انبيفت اكتر من اللي مش هتعمل لها انبيفت، هقول له ايه، هختار الكولوم ده اللي هيفضل عندي زي ما هو تمام، واروح برضو على الترانسفورم واقول له ايه unpivot other columns. unpivot other columns نفس الاوتبوت برضو عندي تمام كده. هسمي اتريبيوت ده اعمل له رينيمنج، اخليه مثلا year month، واخلي الفاليو ده هسميها ايه sales quantity على سبيل المثال. تمام كده. كده انا حولت الداتا من الوايت فورمات للنارو فورمات وخليتها جاهزه لمور ان ديبث اناليسيس، سواء بقى appending data joining data مع other tables الى اخره.